الله. السلام عليكم محبتي المشاهدين المتابعين، لا زالت تغطيتنا الإعلامية مستمرة ونلتقي بجناب السيد صفاء. سيد صفاء، اكو علاقة بين آل الصدر والزهراء، ممكن تتحدث لنا بهاي العلاقة؟ هو بالعلاقة واضحة أولا من ناحية النسب أنها جدتهم، ولكن هناك أمور روحية وإيضاحية لا تتبين إلا بالمواقف التي مرت عبر السنين مع آل الصدر الكرام، باعتبارهم الممهدين لقاعدة الدولة العدل الإلهي المرتقبة التي أساسها هي فاطمة الزهراء، باعتبارها المحور الأساسي للخلق والمحور الأساسي للإمامة العامة في إدارة أهل البيت عليهم السلام. كما يقول المعصوم: كلنا حجج الله على خلقه ولكن أمنا الزهراء حجة الله علينا. فالممهد لطريق المعصومين يكون مرتبطا بالزهراء وذرية الزهراء ارتباطا وثيقا، فآل الصدر باعتبارهم ممهدين ومن ذرية الزهراء أيضا عليه السلام، فلذلك أصبحوا قاعدة أساسية في نصرة الخلق وفي نصرة الدين وفي تثبيت أركان الدولة الإلهية المرتقبة إن شاء الله تحت لواء قائدها صاحب الزمان أرواحنا فداء المهدي، وبالتمهيد المستمر من آل الصدر، وبالخصوص اليوم تحت راية القائد المفدى مقتدى الخير الذي ضحى. رسالة لأخوتنا، وصل لنا رسالة. حقيقة الرسالة هي أن نستمر إذا كنا نريد بقاء الزهراء وذرية الزهراء ومنهج الزهراء، وأن لا تضيع تلك الدماء الشريفة وذلك الضلع المكسور، أن نحافظ على صلاة الجمعة ونستمر على أدائها واستمرارها، فهي عزتنا وهي بقاؤنا وهي ديننا وهي قوتنا وهي شجاعتنا، وبها نواجه الظالمين والمستكبرين في العالم، وسننتصر إلى أن يأتي صاحب الأمر أرواحنا فداء الله إن شاء الله. خادمكم. تغطيتنا الإعلامية مستمرة ونلتقي بأحد المصلين صلاة الجمعة في مدينة الصدر. اللهم صل وبارك على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة اليوم يعني انا عندي بداية بس بسيطة إذا الله سهل سبحانه وتعالى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اليوم قالها المولى المقدس: الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، فلا تفرطوا لا بقليل ولا بكثير، وأن صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. وأيضا قال أن صلاة الجمعة شوكة في عيون المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة. لذلك اليوم المسلمين والمؤمنين وأبناء الحوزة الناطقة الشريفة لبوا نداء الله، لبوا نداء الحوزة الناطقة في سبيل تحقيق الإصلاح والصلاح. وأيضا قلتها وأقولها مرارا وتكرارا أن صلاة الجمعة هي امتداد للحسين، امتداد لطريق الإصلاح والصلاح. فنحن من هذا المكان نؤيد سماحة حجة الإسلام والمسلمين سيدي ومولاي ومقتداي السيد الحاج المجاهد مقتدى الصدر. نقول نحن ثابتون ومطيعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والطاعة في سبيل تحقيق أهداف الإصلاح وهذا المشروع الإلهي المبارك المؤيد بتأييد الله. أيضا كما قال المولى المقدس أن صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله، فإن مشروع الإصلاح قادم وبقوة، قادم وبإصرار وبعزيمة المؤمنين الصابرين المجاهدين. بركة الصلاة على محمد وآل محمد. بارك الله. يبقى سيد مقتدى قائد. ايوه يا الله. ونلتقي بأحد الأخوة المصلين من أهالي مدينة الصدر. أنت من أهالي مدينة الصدر. نحمد الله ونشكره ونرحب كل زائر جانا لمدينة الصدر، سواء من كافة الطوائف. مدينة المجاهدين، مدينة التوحيد، والعراق واحد، وسنة وشيعة واحد، وكافة الشعب العراقي هو واحد. حامدين الله وشاكرين لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر دام ظله على هذا التوحيد. ولا نريد من الله غير حقوق الإنسان فقط، اللي يرادها محمد وعلي عليهم الصلاة والسلام هي هاي نداعي بها عند الله. ولهذه الحكومة إذا يندعون بهم شيعة محمد وآل بيته أن ينصفون بالعدل، والعراق واحد والحمد لله والشكر. الحمد لله. موفق إن شاء الله. نعيدها ثلاثا ونرسلها إلى شهيد الجمعة لندخل السرور على قلبه بأعلى من ذلك: نعم نعم للجمعة، نعم نعم للجمعة، نعم نعم للجمعة، نعم نعم للجمعة، لبيك لبيك شهيد الله، لبيك لبيك شهيد الله، لبيك لبيك شهيد الله، لبيك لبيك شهيد الله. عمل
عملا بالوصية استريحوا جزاكم الله خير، شكر الله سعيكم. عملا بوصية الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره، علينا أن نصلي ركعتين شكرا.